يا صباح الفل، عاملين ايه؟ احنا هنعمل بقى النهاردة روتين فيديو كامل من اول ما صحيت من النوم لحد ما هاجي انام. الفيديو هيفضل شغال معانا. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هدير. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة هبتدي بلانش بوكس الولاد، واول حاجة قطعتها معاكم ومش مجرية الفيديو ومش مقطع منه اي حاجة. اول حاجة قطعناها الكيوي، عملت فيه فتحات بالشكل الجميل ده، سمبوكسات كده فوق بعض تحت بعض زي ما باين عندكم في الفيديو، لحد ما طلعت على شكل الوردة التحفة دي. بعد كده جبنا الخيار، قطعته بطريقة عشوائية مش بأحجام معينة، والشيري توميتو جبت 2، وكذلك التفاح هقطعه شرايح زي ما باين عندكم في الفيديو. معلش هو فيديو النهاردة ممل شوية وطويل حبتين، بس ان شاء الله يعجبكم. بعد ما قطعنا بقى التفاح بتاعنا، جبت انا القطعة التحفة دي على شكل وردة، وبدأت ان انا اقطع التفاح بتاعي، وجبت حاجة طبعا اطلع بيها التفاح علشان كان اعرف ان انا اخرجه من البتاع الحديد دي. كانت مأساة على فكرة عشان الاقي حاجة اخرجه بيها، بس الحمد لله مشى الحال وظبط. جبنا بقى العيش الخبز او الصمون او العيش زي ما بتقولوا بتسموه في بلدكم، اي مسمى اتس اوكي تمام. دوا شبه الخبز ده او الصمون ده، شبه اللي هو الباجيت شوية، بس هو مش باجيت، هو قطرة شوية منه. انا فتحته من فوق زي ما بين عندكم كده، عملت فيه ثقب وفتحته، وبعدين هنزل البيضة جواه. ايوه هعمل كده فعلا، ما تقلقوش، ولا هتطلع منه ولا هتتكب ولا حاجة. المهم وانتوا بتعملوا التجويف في الصمون او العيش او الخبز او التوست whatever بقى النوع الخبز او العيش اللي بتستعملوه، افتحوه بطريقة بسيطة بحيث ان هو البيض ما يقعش او يتكب من الساندوتش. بعد كده هحط الملح والفلفل، وهحط عليه موتزاريلا، وهدخله الاير فراير لحد ما البيض بتاعنا ينضج تماما. هجيب بقى اللانش بوكس بتاعي وهبتدي ارص الفواكه الاول. حطيت اول حاجة الكيوي زي ما بين عندكم، وبعد كده التفاح اللي احنا عملناه على شكل وردة، وكمان الخيار بتاعنا والشيري توميتو، وكمان ما نسيتش احط الدباديب دي. انا بعشق اللانش بوكس، ببقى مبسوطة جدا وانا بعمله، عايزة اقول لكم، وببقى مبسوطة جدا وانا عمالة اشكله واحط له ديكوريشن والحاجة بتاعته. وكمان هحط المكسرات، مش هنساها، المكسرات دي شيء اساسي في اللانش بوكس، لازم احط نتس. وكمان حطيت شوية قراميش بالجبنة. انا عدلت هنا الدبدوب علشان الساندويتش ما كانش هيجي بالطريقة اللي كنت عاملاها، والساندويتش بتاعنا كمان خلص وهو ساح وبقى زي الفل وتحفة. وكده اللانش بوكس بتاعنا خلص، وما نسيتش احط الوايبس. تمام، تعالوا بقى نعمل لانش بوكس سيمبا. ما هو السيمبا كمان لازم يفطر، ما هو ما ينفعش احنا نفطر وهو ما يفطرش. انا كان عندي بطاطا حلوة، اخدت منها جزء وحطيته في التري بتاعته، وبعدين حطينا زبادي معلقة من كل حاجة، عشان طبعا انتوا عارفين الاكل الكتير للكلب غلط، يعني مش بنكتله، يعني هي حاجات بسيطة كده. تمام. الزبادي اللي انا استعملته هنا زبادي قليل الدسم، وكمان حطيت جزر. بعد بقى ما حطيت جزر كان عندي بس واحدة بروكلي كده حطيتها له. طب اشوف هياكلها مش هياكلها خلاص، يعني مش مشكلة، بس لا اكلها مع الفطار الصبح. وبعدين حطيت معلقة من زبدة الفول السوداني اللي هو بينات باتر، بس هنا النوع اللي انا مستعملاه لسمبوسكا حبيبي اورجانيك. تمام. وحطيت له بلو بيري، طبعا لازم ياكل فواكه، لازم علشان كده يجدد نشاطه كده ويصحى الصبح كده يبقى ايه، لما بياكل فواكه وياكل جبن وياكل حاجات صحية نشاطه بيتجدد. بعد كده حطيت اللي هو البيبي بيل، اللي تشيز المدورة دي، وقطعتها له بايديا كده علشان يقدر ياكلها، لان هو برضو لسه اسنانه ما طلعتش كلها.
وقطعتها بالشكل باين عندكم ده في الفيديو. ويلا بينا نروح نحط له اللانش بوكس بتاعه في البلكونه. طبعا هو شافني كنت في كمان نسيت اقول لكم انا حطيت له فلافل، فحد يقول لي اذا كانت صحيه ولا لا، بس هو بيعشقها جدا. شافني قبل كده باكلها اهو قاعد بياكلها. وكمان كنت عامله له بيضه بس نسيت احطها له. يلا بينا بقى، لبست ونزلنا وعلى الطريق قلنا نروح نفطر انا واصحابي. شايفين الجو الصبح لازم على فكره الصبح تنزلوا ولازم تصحوا بدري. الصحيان البدري بيجدد النشاط وبتحسيه ان يومك جميل، حيويه كده واطلاله تانية، غير لما تقضي النهار كله نايمه وبالليل تسهري. لا عندك يوم متظبط تاني. هنا بقى احنا رايحين في طريقنا، رايحين نجيب واحده صاحبتنا علشان نيجي. احنا متفقين ان احنا هنفطر احنا 3 الصبح. وتعالوا اقول لكم بقى، هنا على الكورنيش، كورنيش راس الخيمه. شايفينه جميل ازاي؟ تحفه جميل وهادي. شايفين التاكسي ده؟ التاكسي بتاعنا هنا في راس الخيمه. شفتوا شكله ازرق في ابيض، كل اماره التاكسي بتاعها مختلف ولونه مختلف. هنا بقى انا باخد الدوار ورايحين على الكورنيش، هنكمل لحد اخر الكورنيش وبعدين علشان نروح نجيب زي ما قلت لكم الفريق الثالث بتاعنا عشان نكمل القعده ونكمل السهره. هنا على شمالي شايفين في السفير ماركت، ده برضو من الهايبر اللي موجود عندنا هنا على الكورنيش، من الحاجات التحفة برضو، فيها ملابس واكل وكل شيء وحاجات اكسسوارز للبيت وللكيتشن لكل شيء. بصراحة حاجاته تحفة جدا. انا طبعا ما بحبش اتكلم كتير لاني للاسف ما بحبش الوكم كتير في الفيديوهات، بس مضطرة اعمل الروتين ده وانتم مضطرين تستحملوا، ماليش فيه. هتتفرجوا على الفيديو يعني هتتفرجوا على الفيديو وهتكملوا لي الاخر، وما تنسوش اللايك والشير. مش هقولها تاني. هنا احنا لسه مكملين على الكورنيش. الكورنيش بتاعنا كبير يا جماعه، ده طلع طويل وكبير وانا مش واخده بالي. بصوا شايفيني انا طالعه اهو في المرايه بتاعت السياره. الحمد لله ده اخر دوار هناخده، وبعدين هناخده سيده زي ما بيقولوا الهنود. وبعد ما اخدناه سيده هناخد الدوار التاني عشان نروح للهانم اللي احنا مستنيينها ومستنيين ناخدها عشان نروح نفطر. الناس الكسلانه اللي ما بتحبش تصحى الصبح. شايفين الجو والناس؟ احنا بقى هنا داخلين بقى عليها على البيت، الجرجره بقى الفظيعه دي. اوحش حته في الايه بتبقى في الشوارع اللي بيكون فيها طوب كتير. هنا بقى انا اللي هتكلم. هنا بقى احنا واقفين عند صاحبتنا مستنيينها تنزل الهانم. هنا برضو انا كنت بسمع تامر، فكنا قاعدين لحد دلوقتي مستنيينها تنزل، فقلت اما اقعد ادندن معاكم كده لحد ما تنزل. نزلت الحمد لله بالسلامة، ووصلنا المطعم ركن الفلافل وقلنا نروح وناكل بقى. عايزة اقول لكم عذبتهم، والله عذبتهم عشان اصور. ما رضيت حد ياكل لقمة. بصوا انا هنا مش هتكلم، انا هنا هسكت قليلا. بيتكلموا بصوت واطي خايفين مني. طبعا كانوا مرعوبين مني مش عايزين يتكلموا عشان الصوت ما يطلعش في الفيديو، بس الخطير نزل برضه هسكت قليلا. وحش الشيش. خلصتي؟ انا مذنباهم اصلي مش عايزه اكلهم لحد الكبده ما نزل. يلا بقى ياكلوا. وشربنا الشاي وحلينا وعملنا كل حاجه. الناس بقى الحمد لله طلعوا كرامه جدا معانا بتوع ركن الفلافل، ولا حاسبونا على الشاي اللي شربناه، واحنا ماشيين كمان ادونا رز بلبن فري. دلوقتي بقى خدنا السياره بتاعتنا
وقلنا نطلع على الكورنيش القديم، كورنيش القواسم القديم، مش الجديد اللي انتوا لسه شايفينه من شوية. ده كان كورنيش، احنا عندنا 2 كورنيش، واحد جديد والتاني قديم. ده الكورنيش القديم احنا رايحين له من ورا. طبعا التحفة الفنية اللي في وشي دي انا كنت عايزة اعرف، هموت واعرف دي فيلا ولا مدرسة ولا ايه بالظبط. فانا اللي يعرف يبقى يقول لي، اللي معانا هنا في راس الخيمة ويعرف يقول لنا، لان انا هموت واعرف دي فيلا ولا مدرسة. هنا بقى من ورا في زي تربيعة او بيت بفيلا، الناس عاملين له تربيعة كده تحفة. هوريها لكم دلوقتي، احنا نركن بس وبعدين هوريها لكم. المنظر جميل والاجواء تحفة. حتى انا في اللحظة دي حبيت ان انا ما اكتمش الصوت، لان فعلا صوت البحر والجو خطير. هنا احنا كنت داخله فحسيتكم تسمعوا الحلوين هما بيتكلموا وبيقولوا ايه على المكان. بصوا الورد والزرع خطير. طبعا انا ما رضيتش ارفع الكاميرا كتير لان كانت في ناس كتيره قاعده، فانا ما حبيتش ان انا اضايقهم وادخلهم جوه التصوير. بس بصوا المنظر خطير، صوت الهواء. طبعا عارفين ده ايه، ما قدرتش اسيبه في السياره. ده الرز بلبن اللي احنا اخدناه من غير ما ندفع فيه درهم. يعني بصي، يعني اكلنا وشربنا وحلينا، يعني صباح الجميل. وقعدنا بقى واكلنا في الاجواء وتصورنا كمان. شايفين الصور الرائعه. ركبنا شفتوا بقى المنظر وحجمانه. شايفين الجو رائع، المنظر يجنن يهبل، لدرجة ان كانت في ناس راكنة سياراتها تحت على الرملة ونزلت المية، يعني من كتر الجمال الجو وروعته. اصل احنا نادرا لما بنلاقي الجو الرائع ده عندنا هنا في الامارات. يعني انتوا عارفين طبعا الامارات جواها سخن نار. هنا الفيديو اتكرر تاني عشان اعرف بقى اتكلم فيه براحتي. ما الفيديو الاولاني ما كنتش عارفه اتكلم فيه عشان كان فيه اغاني، وحبيت ان انا اوريكم واسمعكم اجواء الميه والهواء وجماله. شايفين الناس في الميه، الجو رائع وصوت الميه يجنن ويهبل وتحفه وحاجه كده ملهاش حل. عايزه اقول لكم كان حته يوم فعلا ملوش حل. هنا بقى ركبنا خلاص سيارتنا وطالعين من عند اللسان، هنروح نكمل باقي جولتنا. ومش هنخلص على كده، لا ده احنا رايحين بقى لايه، البحر. بحر بن ماجد بقى الاساسي اللي هو الفلامينجو. هنروح بقى ونتفرج عليه، بس ايه، هتبقى تخطيفي تاتشي حاجه كده بسرعه، علشان طبعا الوقت عمال يجري واحنا عايزين نستمتع بالوقت قبل الولاد ما نروح نجيبهم من المدرسه. هنا بقى احنا في طريقنا للبحر. هنا احنا وصلنا البحر الفلامينجو. شايفين البحر؟ عايزه اقول لكم الاجانب كلها كانت موجوده. ركبنا بقى سيارتنا وطالعين من الفلامينجو. خلاص رايحين فين يا حلوين؟ رايحين نشوف بقى البراندز فور ليس. رايحين بقى نشوف الايه، العروض والسيل والكوليكشن الجديد اللي نازل والحاجات بقى التحفه دي. داخله انا بقى لسه بقول بسم الله، لقيت لك التحفه الفنيه دي في وشي قطاته. بس للاسف بقى رجالي وايه. والاسعار على فكره دي، الاسعار دي تحفه بالنسبه لان هي براند. شايفين؟ انا هصور لكم حاجه بشويش. انا يعني مش شطوره قوي في تصوير الحاجات دي، بس هحاول اصور لكم. يعني التحفه الفنيه دي ب 55 درهم بس، حاجه كده ملهاش حل.
بصوا التشكيلة بتاعت الشتاء. الحاجات انا كنت باخده عايزة اصوره وهي بتشده مني مش عايزاني اصوره، فرحت واخدة حاجة تانية اصورها، لقيت بقى الموف الجامد ده فقلت لا لازم اصوره. حاجة كده تحفة، علشان اللي ما راحش براندز فور ليس لا يروح، لان العروض هناك خطيرة، وفي لبس محجبات حلو جدا برضو، زي ما في القصير في الطويل، وانتي ممكن تظبطي على حسب لبسك وعلى حسب الديزاين بتاعك. شايفين التحفة الفنية دي خطيرة برضو، حاجات كده ملهاش حل. انا بقى ايه في الحبة دول حاسبكم انتوا تتفرجوا وتستمتعوا. زي ما قلت لكم انا مش بحب اللوك كتير، بمل والله يا جماعة بسرعة، والله بمل. عشان كده انا فيديوهاتي كلها دقيقتين 4 دقايق 3 دقايق، اكتر من كده ما بقدرش، والله ما بقدر. هضطر اتكلم للاسف الشديد. التحفة الفنية دي مش راضية تتساب، يعني مش قادرة اسيبها. شايفين الجمال، شايفين الاسعار وجمالها، يعني حاجة كده ملهاش حل. شايفين الالوان، الاخضر بعشق اللون الاخضر، بعشق الاخضر والبيج والاحمر. لا تشكيلة شوزات كمان تحفة. شايفين الخطير ده ينفع على فكرة في الجيم او في خروج بره على بنطلون سبورت، ينفع برضو حاجات من دي كده، اللي هي انت واجري. عارفين انتوا انت واجري اللي نازل كسرت الدنيا، وانت واجري البس واجري. شفتوا البومة الجامدة دي تحفة، وشفتوا ده اتحف منه الريبوك ما فيه، تحفة تحفة تحفة، حاجات كده خطيرة. البس واجري، مش انت واجري بقى، لا البس واجري. شايفين الشنط اللي هو باك اللي طالع موضة، البومة ب49، وكذلك الريبوك هنا. شايفين الالوان والموديل والديزاين والماتيريال كمان تحفة، يعني حاجة كده واو ملهاش حل. شايفين المارون دي خطيرة، والبيضة دي هتجنن عليها فعلا، حرفيا كنت هتجنن عليها وقتها، يعني هتجنن. شايفين كمان اللي هي الكروسات دي اللي بتتلبس على الوسط، اشكال والوان، وفي منها الجلد، وفي منها اللي هي القماش اللي ينفع تتغسل، وفي منها التريكو شغل يدوي. لا فعلا، والكروسات الصغنطوطه دي حاجه يعني في قمه الشياكه والجمال. البومه دي برضو عجبتني جدا، وسعرها مش غالي، باين كانت ب70 درهم، باين حاجه زي كده، مش متذكر، لا ب50. اصل انا شفت اسعار شنط كتير، فيعني ما كنتش متذكره من كتر الحاجات وروعتها وجمالها. كنت بحاول ادخلها مش عارفه، لزقت في ايدي باين، ما كانتش عايزاني اسيبها، بس للاسف اضطريت اسيبها. تعالوا بقى نكمل الباقي. الجاكيت بقى الروعه بقى، يلا بقى ادخل بقى على الجامد قوي بقى. قطيفه، شايفين قطيفه ب39 درهم، خطير ولا مش خطير؟ لا خطير. بصراحه الشوزات كانت واكله دماغي، رحت لها تاني اتفرجت عليها تاني من اول وجديد، رغم ان انا لسه شايفاها، لا اتفرجت عليها تاني. الاديداس ده كان رهيب، لونه اوف وايت في ذهبي، كان خطير طلقه. رحت تاني للبارت التاني من الشنط، لان هو كان فيه 2 بارتيشن تبع الشنط، واحد كده في ناحية الملابس، وواحد تاني كان ناحية الحاجات الكيتشن وكده، كان ورا، فما كنتش واخده بالي منه، فقلت ما اروح واصوره لكم. كانت اخر حاجه يعني بشوفها، والله اسعارهم جميله، والماتيريال بتاع الشنطه خطير ملوش حل، وكلها زي ما انتوا شايفين كده حاجه شياكه، يعني بتتكلم، يعني بتقول انا هنا يا جماعه، تعالوا خدوني. تعالوا بقى نروح لميكي، من عشاق ميكي انا، لا ما اقولكمش ده، انا حاجات ميكي وايه تاني، والجميله والوحش وسنو وايت، لا انا في الحاجات دي طفله جدا. شايفين بقى البلوزه القمر دي ساتان وب85، ده بقى خطير في الرياضه، ووتر بروف اولا، وينفع في الجيم وينفع في الشتاء، ولونه تحفه، وسعره اتحف، يعني 90 درهم ولا حاجه يا جماعه، حاجات كده خطيره.
شايفين بقى الجاكيت الجامد ده؟ كنت عماله اقول لها هنا يا حبيبتي ارفعي الكابتشو، عايزين نشوف الهابي ميل. الهابي ميل هنا طبعا ده هي شافته وخطفته مني وطلعت تجري، ما كانش عايزاني اصوره. عجبها جدا الكت الفرو ده. عايزه اقول لكم شياكه جدا في اللبس. هنا بقى انا خلاص كنت قربت اطلع فكنت بقى بصور لكم اللحظات الاخيره بقى. خلاص لقيت ده عجبني كده الماسترد ده، فقلت اما اطلعه واوريه لكم برضو. اكسبو 2020 كان عليه الشعار بتاع الاكسبو، فعجبني عشان كده. وبعد كده لقيت الاصفريقة الجامد ده. انا دايما بيتشدني الحاجات الصفراء الخضراء الحاجات كده الفحلقي، الالوانها فحلقي مفحلق، تلاقوني ايه بروح ليها على طول. جينا طبعا للقسم اللي ما نو كومنت، البوطات وجمالها. شايفين الديزاينات والاشكال والانواع والستايل؟ يا سلام يا سلام. بصوا طول البوت قد ايه، يعني انت ممكن يعني بتهيألي واصل لحد الركبة عندك. خطير. يلا بقى تصويرة اخيرة قبل ما نخرج ونروح فين؟ الكرامة. خرجنا بقى من براندس فور ليس ورحنا بقى سوق كبير كده، هايبر كبير برضو، مليان هدوم وبرفيوم اكسسوارز، شنط سفر وشنط خروج. فيعني حاجة كده تحفة برضو. اول ما تخشي كده على طول في وشك الهدوم على طول، وكلها على فكرة والله براندات، بس هي مش الاوريجينال، هي كوبي اوريجينال، بس حاجات نظيفة وتحفة جدا. يعني باين عندكم في الفيديو. انا هاخد بس ايه لقطة سريعة كده واوريكم الاسعار، ان اسعارها يعني مش رخيصة ولا هي غالية، فهي يعني بين في الوسط منه، يعني حاجات معقولة وتحفة. في منها زي التحفة ده. يعني عايزه اقول لكم البيجامات بتاعت البيت، الترنجات بتاعت البيت والخروج والشتاء، عندهم برضو حاجات شيك جدا. وفي حاجه كده اموره خالص، قمر في نفسها، لفتت نظري البتاع الجامد ده ابو زراير. عجبني جدا اللون اللي هو بترولي. اللون ده كان بترولي مش ازرق، اللون بترولي ده كان خطير بصراحه، وشكله في اللبس ملوش حل، وكان مش غالي، بين ب30 درهم حاجة زي كده. فشياكة يعني، حاجة كده بتقولك انا هنا. روحنا بقى للسويتشيرتات. انا ماليش فيها قوي بصراحة، فمش ههتم كتير ان انا اقف قدامها. يعني انا بحب التونيكات، البلوزات، الدريسات اكترها. ده لفت نظري علشان العلامة. انا بعشق اي حاجه فيها اسود او نمور وفيرزاتشي والحركات دي، انا بتلفت نظري، خصوصا كمان ان اللون الزيتي ده انا بحبه. هنا انا خدت جوله بس سريعه برضو عشان اوريكم كده ان عنده تشكيله كبيره ما شاء الله من الهدوم. والمنطوق اللي تبع الشتاء والووتر بلوف والجاكيت الجلد برضو كانت رهيبة، واسعارها جميلة، ب70 درهم باين على ما اتذكر يعني. والخامة الجلد بتاعته نظيفة، مش الجلد الناشف اللي يضايقك في اللبس، لا كان طري. هنا دي البنطلونات، فما اهتمتش برضو. انا جريت على مين؟ على البرفانات كمان. البرفيوم عجبتني جدا، في كذا نوع، لقيته قوي، وفي داخل فيه عود، وفي اللي داخل فيه مسك، فعجبني كذا نوع. انا مش هقول عليهم بقى، انا هحتفظ بيهم لنفسي عشان محدش ينزل يجيب زيي، ماليش فيه. انا هجيب كده في التوب سكراتة كده، مش هقول انا نوع. باين ان انا وقفت عنده كتير اهو، باين يبقى هو النوع ده. لا مش هقول لكم برضو، انا بقول لكم بقى التسوق اللي عملناه. شايفين
شايفين اصلا شكل الازاز عامله ازاي؟ شكلها يهبل. يلا بينا بقى نروح البيت ونعمل الاكل بتاعنا. سلقنا البطاطس. سيمبا بيهوهو عايزني ادخله وانا مش عايزه ادخله، قاعد بيلعب في البلكونه. ما علينا. عملنا الغدا بتاعنا بنعمله اهو، وجبنا طاسة على النار، حطينا فيها شوية زيت وسيبناها ما تسخن جدا، ونزلت بقالب نص كيلو من اللحمة المفرومة وسبته شوية لحد ما يبقى الوش بتاعه كريسبي. انا بحب جدا اللحمة اديها صدمة وتبقى كده كريسبي شوية، بتختلف جدا في الطعم جدا والريحة. هوبا يلا بينا نقلب. ايوه كده اتقلبت من غير ما تتفرفت. شايفين اللون الكريسبي الجامد ده؟ انا ده عايزاه. بيدي طعم تحفة في الاكل. نفس الشيء هعمله في الجنب التاني، عايزاه بنفس اللون وبنفس الكريسبية الجامدة دي، وفي نفس الوقت اللحمة ما تنزلش ميتها وتغير لونها بطريقة جميلة. هنا خلاص وصلت للون اللي انا عايزاه اهو بالشكل التحفة ده، وخلصناها وفرفتناها كده. لو في تكتلات ماسكة في بعض فرفتوها كده شوية بالمعلقة. نزلت بقى ببصلة متقطعة مكعبات زي ما باين عندكم كده في الفيديو. البصل اللي انا استعملته المرة دي ده بصل ابيض مش بصل احمر. مش بفضل البصل الاحمر في الاكل قوي، بحبه اكله في السلطة اكتر. هتعالوا بقى نتبل بملح طبعا وفلفل اسود واكليل الجبل اللي هو الروزميري فريش وزعتر بري فريش و7 بهارات طبعا لازم احطها. ما بحبش احط جوز الطيب، بحب احط بدلها 7 بهارات. انتوا لو عندكم بهارات مشكله اوكي. وحطيت الملح. بعد ما حطينا بقى الملح بتاعنا في نفس جبت بقى معلقه كبيره من الصلصه، دوبتها في كوبايتين من الميه، وبعدين نزلت بيهم وحطيت من الصويا صوص. اي نوع صويا صوص عندك حطي حوالي معلقتين كبار وغطي عليهم. وبعدين بعد ما غطيت عليهم كده بعد 10 دقايق بالظبط نزلت بالجزر بتاعي حوالي 3 جزرات انا مقطعاهم مكعبات صغننين، ونزلت ب 450 جرام من البسلة. طبعا باين عندكم ان هي بسلة مجمدة. الجزر كان فريش بس البسلة عندي كانت مجمدة. نزلت بيهم وقلبتهم كويس جدا وسبتهم ربع ساعة متغطي عليهم تاني لحد ما يستوي. تعالوا بقى نشوف البطاطس بتاعتنا. جبت بقى دي هرسة البطاطس حلوة جدا، بتهرس لي البطاطس بطريقة سلسة كده. مش عارفة هنا كانت معصلجة ما كانتش راضية تقفل ليه. اتاري كانت بعيدة عن المكان بتاعها وانا مش فاهمة هي مش راضية تقفل ليه، بس زبطتها الحمد لله اهو. وقفلتها برضو ما كانتش راضية تتظبط، فزبطتها اخيرا نزلتها كده ورحت هرساها. شايفين بتنزل. بصوا مبشوره ازاي تحفه. تبقى ناعمه جدا وما فيهاش اي تكتلات. بعد كده هنزل بالبطاطس اللي انا سلقاها حوالي كيلو من البطاطس. تمام كيلو. نزلت بيه عليه بيضه، ملح، فلفل اسود زي ما بين عندكم في الفيديو. وبعدين هحط معلقه من البابريكا المدخنه مش البابريكا الحلوه، انا حطيت بابريكا مدخنه. ونزلت حوالي بنص كوبايه من الجبنه الموتزاريلا او اي نوع جبنه عندك، ممكن بارميجان، موتزاريلا، شيدر، اي نوع انت بتفضليه. معلقه كبيره من الزبده. وهنا انا مش عارفه في جزء منه ما تصورش، انا نزلت عليهم بنص كوبايه من الحليب علشان تبقى سلسه. جبنا بقى البايركس بتاعنا ونزلنا بالخضار بتاعتنا اللي احنا عملناه. طبعا الاكله دي اسمها فطيره الراعي، فهدي فطيره الراعي دي وجبه متكامله فيها كل المواد الغذائيه التحفه اللي ممكن تاكليها لابنك او لبنتك او ما بيحبوش مثلا ياكلوا الخضار بطريقه معينه، فدي وجبه غذائيه متكامله. فردنا بقى البطاطس حطيناها على الوش وبأي حاجة بقى ممكن تشرشريها. انا كان عندي اللي هي اللي بعمل بيها الكيك السكريبر دي بتاعت
الكيك، فعملت بيها خطوط. ممكن انتي بالمعلقة باي حاجة. دخلت الفرن على درجة حرارة 200. ودي شكلها بعد ما طلعت. طبعا هما ما كانوش قادرين يستحملوا ان هي تهدى او ان انا اقطع منها. انا صورتكم وهي متقطع منها، كانوا خلاص جعانين بيصوصوا وبيصوتوا عايزين ياكلوا. طلعت لكم حته بقى بعد ما هدت شويه عشان تبقى طالعه كده شكلها مستقيم ومتظبطه. عايزه اقول لكم الطعم يجنن وتحفه ويهبل. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لو عجبتكم الوصفه. وهنا خلي بالكم الفيديو بتاعنا ما خلاص، احنا لسه مكملين. انا لسه كمان هعمل لكم الحلو، وبعد الحلو هعمل لكم العشاء. ويلا بينا نعمل احلى وصفة لمين؟ الايه؟ التريليتشا. تعالوا نعمل التريليتشا التحفة. انا هنا هجيب بولة هحط فيها 2 بيضة، وما تنسيش طبعا الفانيلا، وهنزل بكوبايه. هفرفتهم بس كده الاول، افكهم عن بعضهم عشان لما انزل بباقي المكونات ما تبقاش البيضه عندي لسه باينه فيهم. هنزل بتلت كوبايه من الزيت، اوكي، وقلب قلب 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 زي ما باين عندكم كده في الفيديو. وكوبايه من الحليب. الحليب اللي هنزل بيه هنا حليب بدرجه حراره الغرفه. كل المكونات دي بدرجه حراره الغرفه. انا المره دي مش هستعمل الدقيق والكلام ده، لا، ده انا عندي الكيكه، خليط الكيكه الجاهز. ينفع تعملي بيه تريليتشا، ينفع تعملي بيه تريليتشا، اعمليه وحطيه. هتزودي بس عليهم المواد السائله اللي هو البيض والحليب والزيت. ممكن تستغني عن الحليب وتحطي كوبايه ميه، ينفع. ده الخليط بتاع الكيك جاهز كده، السبونش بتاعه. هقلبهم كلهم مع بعض وبالمضرب، وهحطها في القالب بتاع الكيك. لازم يكون شايفين قوامه وهي نازل تقيل ازاي. القالب هنا مبطن بزبدة ودقيق. تنزليها، ولازم درجة الحرارة بتاعت الفرن تكون عالية جدا. هتدخل على درجة حرارة 180، هتقعد بالظبط معاكي من 20 ل 25 دقيقة. بتختبري العجينة الأول من النص. أنا ما قطعتش أي حاجة في الفيديو ماشي بنفس الهدوء اللي أنا كنت بصور بيه. ما فيش حاجة ان انا شلتها منه. هنا كنت بكمل باقي العجين. حبيت ان انا انزل اول الخليط واهبدها شوية على الكاونتر، وبعدين انزل باقي الخليط. هنا لازم تخرجي منها الهواء، تخبطيها خبطتين كده على الكاونتر وهتدخل الفرن. تعالوا نعمل بقى الصوص التاني اللي هو من الكريم شانتيه. انا هنا عندي كوباية من كريمة الخفق اللي هي بتاعت الحلويات، ونص كوباية من السكر البودرة. هضربهم كلهم مع بعض. انا ما استعملتش كريم شانتيه، انا استعملت كريمة خفق. ضربتهم مع بعض لحد ما القوام بتاعها ظبط كده وبقت بالشكل الرهيب ده. شايفينه؟ رهيب. الكيكه بتاعتنا طلعت اهي، شايفينها زي الفل وجربناها، والخله دخلت وطلعت نضيفه. خرمي 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 بالشكل التحفه ده، وسيبيها تهدى 10 دقايق بالظبط. وبعد 10 دقايق انزلي بكوبايه كبيره من الحليب. لازم تشرب الحليب كله وتسيبيها. بعد ما شربت الكوبايه الاولانيه حطي نص كوبايه. فاحنا هننزل عليها بكام كوبايه من الحليب؟ كوبايه ونص حليب. حطينا بقى الكريم شانتيه في لا سوري، مش كريم شانتيه، كريمه الخفق. حطيناها في الكيس الحلواني وبدأنا نعمل اول طبقه من من الكيك الكريم شانتيه. بعد كده تعالوا بينا هنسيبها بقى هنسويها كويس جدا وهتدخل التلاجة. وتعالوا بينا نعمل الكراميل. يلا بينا بقى هنا نعمل الكراميل هنا جبت حلة على النار، حطيت فيها كوباية من السكر من الأكواب المعيارية اللي بانت عندكم في الفيديو. مش بتستعملي أي معلقة ولا أي سباتيولا ولا أي شيء، بتسيبيه لحد ما يوصل للون ده، وبعد كده بتستعملي الويسك. تقلبي بقى
كويس جدا. وخلي بالك وانتي بتقلبي وبعد ما بتحطي الزبدة بيحصل فوران زي ما بين عندكم كده في الفيديو. تخلي بالك جدا ما يكونش حد من الاطفال معاكي في المطبخ، وانتي كمان تخلي بالك من نفسك وانتي بتقلبي، لان لا قدر الله ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من حرق الكراميل ده فظيع. بعد كده هناخد كوباية من الحليب عليها معلقتين من النشا وندوبهم مع بعض كويس جدا. بعد ما هيتدوبهم كويس جدا هنبقى طبعا رافعين الكراميل على النار وهننزل بالخليط ده. طبعا هو عشان انا كنت بصور ومشغولة بالتصوير ومشغولة بالتقليب فهو كلكع مني هنا شوية، طبعا انتي مش هيكلكع منك، فانا اضطريت ازود له 1.5 كوباية تاني من الحليب. انتي مش هتحتاجي ان انتي تزودي، انتي نفس المقدار اللي انا قلتلك عليه هو بالظبط اللي انت هتستخدميه. هنا بقى انا بدأت انقله في كوباية، دي الكوباية بتاعت الهاند ميكسر، فنقلته فيها علشان بس يهدى قبل ما انزل بيه على الكريمة. لازم يكون بارد تماما عشان ما يسيحليش الكريمة الخفق اللي احنا عملنا لها. طبعا في حتة في الفيديو ما بانتش اللي هي طريقة التقطيع وشكلها التريليتشا في الاخر، فانا جمعت لكم الصور، الفيديو ما كملش فكان فيه الصور، ما علينا. ويا رب تعجبكم، وبرضو ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. هنا جبنا حلة، تعالوا بقى نعمل الحلو التاني. انا عملت لكم جمعت لكم حاجتين حلوين مع بعض في فيديو واحد، لان انا كان نفسي فيه جدا. فجبنا بقى الحلة بتاعتنا وحطينا فيها معلقتين كبار كده ضخمين من السمنة الفلاحي كده التحفة دي، وهنزلت بيهم بكوبايتين من الكسكسي الجامد ده. شايفين حاجة وهمية كسكسي ماشي. نزلت بقى بالكسكسي، طبعا لكل كوباية كسكسي 1.5 كوباية من المية المغلية. بس انا قبل ما انزل بالمية ده قلبتهم لمدة 10 دقايق في السمنة كده علشان يتوغلوا ويتغوغلوا السمنة بتاعتهم. نزلت بقى ب3 كوبايات من المية المغلية، بتسويه زي ما بتسوي الرز بالظبط، بس ده ما بيحتاج يعني ما بياخدش وقت، هو 10 دقايق وكان بالمنظر الجميل ده. كان شارب المية بتاعته وكان مستوي وكان زي الفل، وشايفينه مفرفر اهو، ولا معجن ولا حاجة، شايفينه مفرفر تحفة. تعالوا بقى نخرف القنبلة دي، يلا بينا. جبنا الطبق بتاعنا وحطينا فيه معلقتين من الكسكس او الكسكسي على حسب انتوا بتنطقوا ازاي في بلدكم. وبعد كده حطينا بقى بعد كده السكر. طبعا اللي بيحب يحط سكر بودرة اوكي يحط سكر بودر، انا بحب السكر العادي. وهنا انا اخدتها شوية كده من المكسرات، كان لوز وكاجو وبيكان، طبعا كلهم مكسرات من غير ملح، ضربتهم مع بعض وحطيت له شوية مكسرات. عايزة تشربيه تحطي له لبن اوكي. انا شربت معاه شاي بحليب، عايزة اقول لكم تحفة. وحاجة حلوة برضو، ينفع على فكرة فطار وينفع عشاء، يعني اللي بيفضل ان هو ياكله في العشاء اوكي، اللي بيفضل يفطر بيه اوكي. لو انتوا زي بتحبوا تفطروا او بتتعشوا كسكس اوكي، عيشوا حياتكم واضربوا. ودي وجبة وجبة الشتاء الدافية. وكمان ما تنسوش اللايك والشير زي ما بقول لكم كل مرة. تعالوا بينا بقى نعمل اخر حاجة في يومنا، ويبقى كده انا خلصت معاكم اليوم وبدأت معاكم يوم من اول النهار لحد اخر النهار. ويا رب اكون فدتكم في حاجة، ويا رب تكونوا اتبسطتوا، ويا رب تكونوا استمتعتوا. تعالوا بينا بقى نعمل العشاء ونقول بعد كده تصبحوا على خير. يلا بينا نعمل العشاء الجامد في طاسة على النار، حتة سمنة، وكان معايا تركي مدخن ولانشون عادي اللي هو حلواني، وقطعتهم مكعبات زي ما بين عندكم في الفيديو، ونزلت بيهم في السمنة بتاعتنا القمر دي. انا على فكرة انا من عشاق السمنة، انا كل حاجة بعملها بالسمنة الفلاحي، نادرا جدا لما بستعمل الزيت. بعشق حاجة اسمها سمنة. بعد ما تحمروا واخدوا اللون التحفة دي دي ايه اللغة الغريبة اللي جت في الاخر ده؟ ما علينا، ما من كتر الكلام بقي وجعني والله.
نزلت بعد كده ب3 بيضات وفرفضتهم كده بحيث ان هما ايه يعني يستووا معانا كويس، لان انا ولادي وانا ما بحبش البيض يبقى ايه مش ناشف كويس، يعني ما بحبوش يطلع نص سوا لا. ونزلت بجبنه شيدر حطيتها على الوش. انتي ممكن تحطي زيتون، ممكن تحطي فلفل الوان، ممكن تكتفي باللانشون والبيض بس. وبعد كده بقى حطينا خبز التورتيلا الجامد بتاعنا ده، وهنديله كده ايه تشميعة كده، وتلفي بالخبز كده لحد ما ايه ما يلف معاكي، واقلبيه على الناحية التانية. طبعا الخطوة دي كانت بالنسبة لي مخيفة، كنت خايفة اقلبه لاقيه في الارض، ففصلت الفيديو وقلبته ورجعت لكم تاني. طبعا يعني ما فيهاش هزار، رجعت تاني حطيت شيدر على الجنب التاني اللي احنا قلبناه، وهحط له تاني ايه تورتيلا كمان، وهسيبه كده 10 دقايق لحد ما ايه ما يسيح معانا، تسيح كده الجبنة وايه وتمسك كده في العيش كده، وتبقى الله. شايفين؟ هتشوفوا دلوقتي شكلها وهي بتمط خطيرة. بونو بونو بونو. نقلتهم بقى على البورد بتاعنا، وطبعا ما نسيتش اعمل كوبايه الشاي الجامده. شايفين قلبي الصغير لا يتحمل. لا 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 خطيره فعلا. وقطعتها مثلث بالشكل الجميل ده، وعملت جنبيه كوبايه الشاي المتينه دي. انتي ممكن تشربي شاي نسكافيه، قهوه، شاي بحليب، اللي يريحك اعمليه جنبها، واعملي احلى مزاج وكلي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، فيديو شامل من اول النهار زي ما قلت لكم لاخر اليوم وانا معاكم. وده اول مره انا اعمل فيديو زي ده على القناه، دايما فيديوهاتي عن الاكل بس، عمري ما عملت فيديو عن حياتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا، وتصبحونا على خير، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومع السلامة.